مساء الخير غالياتي، ان شاء الله تكونوا بخير ويطول عليكم فيديو هذه تاعي تكونوا بأتم الاحوال. وصفتنا هذا النهار هي وصفه الغريبيه، تجي هشيشه تذوب في الفم ويجي المذاق تاعها رائع جدا. اذا نروحوا في المقادير. هنا عندنا 3 غرفيات فارينه، انا نعبر بهذا المكيال. هنا عندنا غرفيه ناقصه سكر رطب، يعني ما نملؤوهاش بزاف، نديروها شويه ناقصه من سكر غلاس. عندي قرصه ملح، وعندي 3 ملاعق من الجلجلان، يكون يعني اللون تاعه اللي احمر كما نقولوا جلجلان اللي محمر. وعندي 2 ملاعق من الكاوكاو المرحي. شوفوا هذا الجلجلان وهذا المرح وهذا الكاوكاو يمدوا ذوق بنين بزاف للغريبيه تاعي، سورتو اذا كانوا يعني اذا كانوا في العائله ما يحبوش الغريبيه، يعني بهذا الذوق يعني غادي تغير لها المذاق تاعها، تجي مذاق مخالف. هنا ضفت نصف خميره كيميائيه. نخلطوا هاد المواد الجافه مع بعض ونروحوا باش نجمعوا الغريبيه تاعي بالزيت، ونضيفوا لها 100 غرام من المارغرين لابيل. هنا ذوبت 100 غرام من الزبده، ونضيفوا هنا غرفيه مملوءه اللي هي نفس اللي عبرنا بها المقادير، نضيفوها مملوءه من الزيت، ونجمعوا هذه العجينه تاعنا، يعني تجينا عجينه متجانسه، ما نضيفوا لها حتى حاجه واحده اخرى، يعني سواء هذه الغرفيه تاع الزيت. ونجمعوا مليح العجينه تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه اللي نقدروا يعني نقدروا نكوروها في يدينا. هاد الغريبيه تجي قلت لكم بنينه وتذوب في الفم، وتجي يعني ما عندي ما نقول لكم فيها، ننصحكم تجربوها، خصوصا رانا يعني رانا في اواخر رمضان، دروك نديروا الحوايج اللي هكا، الحوايج اللي ما يشدوش الوقت. هنا اخواتي راني نجمع في العجينه تاعي، شوفوا القوام تاعها، يعني كيما نقولوا كي نضغطوا عليها باليد تقعد عاد ملمومه. هنا غطيتها بكيس بلاستيكي. نروح نوجد البلا ندهنه بالزيت، ونجو نكوروا الكويرات تاعي، نشكلهم كويرات صغيره، يعني صغار لخاطش غادي يطلعوا لنا في الفرن كيما نقولوا ينتفخوا يعني. وثاني كي نحطهم في البلان بعدوا بين الحبه واختها. هنا راني قريب نكمل البلا تاعي الاول. نروحوا نشعلوا الفرن تاعي يسخن من قبل اكيد، وكي ندخلوها في الفرن بطبيعه الحال يكون فرن ساخن، نطيبوها من تحت نقصوا عليها. كي نشوفوها طلعت ويعني الجوانب تاعها حماروا، نشعلوا عليها فقط نشعلوا عليها من الفوق، يعني خلوها تاخذ فقط هذاك اللون الوردي الفاتح. وصفه سهله وما تاخذش بزاف الوقت، يعني نقولوا في نصف ساعه يعني كملت هذه الكميه تاعي، يعني نعاونوا بها العيد، نعاونوا بها عفوا حلويات العيد. هنا بعد ما شكلنا كاع الغريبيه تاعي، قلت لكم نبعدوا بين الحبه وقتها باش ما كي تنتفخ ما تلصقناش. هنا ضغطت في الوسط ونديروا القرفه تاعي، يعني كاين اللي يخليها هكا بومبي من الفوق ويدير مباشره القرفه، واللي يحب يحفرها في الوسط بالاصبع الصغير ويدير لها القرفه. هنا بعد ما دخلتها للفرن قلت لكم تاخذ اللون تاخذ اللون الوردي فقط من الفوق. الغريبيه تاعي جات روعه ومذاق تاعها شداد وجات هشيشه البنات، ننصحكم باش تجربوها. باش هنا نقسم معكم حبه باش تشوفوا يعني باش تشوفوا الهشاشه تاع هي ماشي تذوب في الفم، باسكو الغريبيه ماشي تذوب في الفم مي تجي هشيشه. شوفوا هنايا يعني كي تجي تعبي الحبه هشيشه. هذه هي وصفتنا تاع هذا النهار، يمكننا تجربوها خواتاتي رانا مع هذا الغلاء هذا ما يخدم. بنتي سالمين، سلام عليكم.